مساء الخير. انا هقول بقى شويه حاجات دلوقتي. انا الحقيقه يعني الحاجات دي كلها متاخده من فيديو عن واحده دكتوره يعني اخصائيه اتكلمت عن التوحد اللي هو شويه في البنات يعني. بس طبعا هي ما اتكلمت عن البنات، ما تقصدش الستات، هي تقصد اللي هو ايه التعبير شويه اللي هو الأنثوي نقول في التوحد. أنا شخصيا بقول زيها في حتة إن اللي أنا هقوله دلوقتي مش بس بينطبق على البنات، يعني واحدة كده اتولدت في جسم بنت، لا، لأن في ولاد كده. يعني طبعا في التوحد اللي هو الكلاسيكي قوي ده، اللي هو بيبان الولد بيبان منعزل، حياته ما فيهاش حاجات كتير يعني. لكن البنت طبعا بحكم انها زي ما قلت كائن عاطفي وكده، او كائن يعني عايز يبقى اجتماعي، عايز يجرب، عايز واخد باله شويه من الاجتماعيات، فطبعا حياتها بتبقى ريتش شويه. وبرضو انا لما بقول بنت بقى هنا اقصد يعني ممكن تبقى في جسم ولد عادي، ده التعبير الانثوي anyway. فهي بتقول يعني ان في البنات مثلا في التوحد احنا عارفين في التوحد اللي بيظهر دايما ان الشخص مثلا ممكن يبقى عامل زي الانسان الآلي كده، ما بيتكلمش، صوته واطي، بيتكلم من غير مشاعر. لكن هي بتقول حاجات تانية، هي بتقول ان في الريبريزنتيشن يعني التعبير الانوثي ممكن تبقى بنت صوتها عالي جدا، يعني صوتها عالي، وده ممكن تبقى ست صوتها عالي برضو. وممكن تبقى عندنا نوعين، يعني نوع اللي هو بيتكلم كتير قوي، بيتكلم كتير جدا، هي بتتكلم كتير قوي، ودي حاجه بتخم. هي بتقول يعني دي حاجه بتخم الاطباء، لان طبعا لما انت بتلاقي بنت او مراهقه حتى بتتكلم كتير جدا، صعب قوي تفكر انها عندها توحد. بس هي بقى بتقول ان بيبان ازاي، بقى بيبان ان هي بتتكلم كتير جدا، بس بتتكلم كتير في مواضيع معينه، يعني عماله تتكلم مثلا كتير في مواضيع عن الكواكب عماله تتكلم عن مواضيع معينه، بس تيجي تسالها انت سؤال عادي بقى جدا، سؤال عادي جدا زي عايز تطلعي ايه لما تكبري، سؤال في فيلم حتى، حاجه سؤال اجتماعي عاطفي، تلاقيها ردت بشكل حرفي او تلاقيها سكتت خالص. يعني هي سكتت خالص دي مش ماشيه خالص مع الرد اللي كان سوفيستيكيتد قوي، يعني كانت بتتكلم بشكل كويس وبتحط كلمات يعني كبيره. لكن تيجي تسالها سؤال عادي جدا تلاقي ان هي سكتت، او تلاقي مش ماشيه يعني مع الشطاره اللي هي كانت فيها دي. فهي طبعا هي بتقول ان ده اللي هو احنا بنسميه بالانجليزي سبايكي بروفايل. سبايكي يعني حاجه كده ليها بوز، يعني قويه في حته وضعيفه في حته، غريبه، الموضوع مش ماشي. فدي بتبقى حاجه من العلامات اللي هي بتقول حتى الاطباء والاهالي لازم ياخدوا بالهم منها. طبعا ليه بقى هي بترد ببطء؟ طبعا ده بسبب النقص الاجتماعي العاطفي، ممكن تاخد السؤال بشكل حرفي، ما فهمتش اصلا السؤال عام جدا. او معالجه بطيئه لكل ما هو اجتماعي وعاطفي، ده موجود في التوحد عامه في الولاد والبنات. ساعات يبان ان الطفل ده بيتكسف، يعني ممكن ام تيجي تقول مثلا ابنها او بنتها مش اجتماعيين، فتقول ان هما بيتكسفوا، بس الواقع وده عن تجربه هو مش كسوف على قد ما هو الشخص ما عندوش سكريبت فعلا. يعني انا شخصيا عايزه اعمل حاجات كتير جدا، بس هو بيبان ان انا مكسوفه، بس انا مش مكسوفه، هو انا فعلا بس ما عنديش السكريبت اللي امشي عليه يعني. ممكن اكون عايزه ارتبط، ممكن اكون عايزه ابدي اعجابي بشخص، بس مش عارفه اقول ايه او مش عارفه امشي على الموضوع. وكذلك الاطفال، تلاقي الطفله يعني متوحده، هي دخلت في المجموعه، بس هي مش عارفه بقى تقول ايه دلوقتي، هو ايه المفروض يحصل بقى. ودي الحاجات الصغيره اللي بتفوتنا عامه، كلنا احنا بنكبر كده. ردا على السؤال، لما حد بيقول طب والحاجات دي لسه عندك؟ طب ما انت كبرتي لسه عندك. لا، هي لسه عندي لان لسه عندي، لان النقص هيفضل موجود، اللي هو نقص في قراءه ما هو ظاهر. يعني احنا في قراءه سوري ما هو باطن، لان انا باخد الناس زي ما بنقول بالانجليزي فيس فاليو، يعني انا باخدك على شكلك. طب ما انا هو طبعا الواقع يعني البني ادمين عندهم حاجات كتير جدا بتديهم معاني غير الشكل اللي واضح. احنا مش بنقرا اصلا غير الحاجات اللي واضحه جدا عاليه جدا، انما الحاجات البسيطه مش بنقراها، وكذلك الاطفال والمراهقين والكبار، فدي بتفضل دايما صعوبه عندنا. وده طبعا بيشرح احنا ليه بنبحث عن دايما التنبؤ والتوقع، مش بنحب حاجه جديده. فده برضو نفس الفكره في الاجتماعيات دايما جديده، دايما مش واخدين عليها، محتاجه مرونه يعني. تمام. فاحنا عندنا هنا نوعين من البنات او التعبير الانثوي، النوع اللي هو ممكن يبقى عالي جدا
وممكن يبان ان هو متحكم، والنوع التاني اللي هو ايه، معاهم عليهم، يعني اللي هي ايه، واحده ماشيه مع الشله، واحده ماشيه مع المجموعه، بس انت لما تيجي تقرب بقى وتبص تلاقيها ما بتلعبش مع المجموعه، يعني هي موجوده كده، بس هي بتطفو معاهم، بس هي مش اكشلي معاهم. طيب، ليه وده طبعا بيشرح احنا ليه بنعمل ماسكينج. كلمه ماسكينج مش مقصود بيها بس ان انا بغطي طبيعتي عشان اهلي قالوا طبيعتك وحشه، طبعا ده موجود، يعني اما الاهل يقولوا للبنت ما تمشيش كده، ما تتكلميش كده، او يقولوا للولد ما تبتسم شويه، الكلام ده كله بيشجع على الماسكينج، لانه بيقول لك انت كانك بتقول لابنك غطي طبيعتك، يعني فانت غطيها. بس في نوع تاني من الماسكينج ما حدش بيتكلم عليه، ولا هي حتى اتكلمت عليه، وده غريب جدا، يعني ارجو ان انتوا تشاركوني ارائكم. ان ساعات الماسكينج بيجي عشان انت فعلا مش عارف تعمل ايه، يعني هو انت غصب عنك محتاج تقلد، لان انت ما عندكش اصلا، يعني انت في حاجه في حاجه انا ما اتولدتش بيها، فطبيعي لازم هاخدها، يعني هاخدها من حد، طبيعي يعني. طبيعي بالنسبه لي، لكن بالنسبه للتقليديين ده مش طبيعي. بالنسبه للتقليديين هم عندهم حدس، هم بيقلدوا بعض بس احنا بنبقى الموضوع ميح شويه. كمتوحدين، انا مش بتريق طبعا ان انا بفخر يعني متوحده، بس يعني عايزه اقول ان ساعات ما عندكش اوبشن تاني غير ان انت تاخد من ده وتاخد من ده وتاخد من ده علشان تبني شخصيتك، ودي مش حاجه وحشه قوي، ما عدا لو انت مش بتاخدها عن اقتناع، يعني هو ممكن تاخد، يعني anyway، يعني مثلا في الاطفال مثلا بياخدوا الكلام ده منين؟ بياخدوا من التلفزيون. ممكن جدا تلاقي البنت بالذات بتاخد من الفيكشن، اللي هي القراءات الخياليه، القصص الخياليه. البنت المتوحده كتير منهم جدا بيقرا قصص، كتير بيقرا قصص خياليه، وبيعتمد على الخيال، انها بالنسبه لها دي كانها دليل استخدام للاجتماعيات. السبب طبعا في الماسكينج، اولا التوقعات اللي عليها من المجتمع متوقع ان هي تتصرف بطريقه معينه، فهي بتحاول تتصرف بالطريقه دي. تاني حاجه، هو مفيش اوبشن تاني، يعني هو بيسكلي فعلا انت محتاج تقلد، عشان هو مفيش طريقه تانية. انا شخصيا بقلد اهلي، بقلد بابايا، اللي يشوف بابايا هيشوف بالظبط ان انا بقلده، وهو نفسه اصلا يعني بتهيألي بيقلد من القراءات الخياليه برضو، لان هو صغير كان بيقرا كتير. بس عموما انت بتاخد من هنا وبتاخد من هنا، ودي مش حاجه وحشه، انت عايز تمشي حالك يعني. بس طبعا في الاطفال ده حاجات لازم نلاحظها، يعني ان الطفل ده بيقلد كتير جدا. بلاقي انا شكوى ملهاش اي علاقه بالتوحد، بس بشوفها في جروب الامهات، بتقول البنت دي بتقلد بنتي، دايما بتقلد بنتي، وانا متضايقه انها بتقلد بنتي، عماله تقول كده. هو ده عامه تعبير في التوحد، لان البنت المتوحده لما بتصاحب حد بتقلده، هي بالنسبه لها دي كل حاجه. فمش دايما يعني بتبقى حاجه اللي هي بقلدها عشان ما عنديش شخصيه، هو انا ما عنديش حل تاني. كتير على سن 7 سنين كده، كتير جدا البنت بتبقى خلاص واعيه ان هي غريبه، هي بتروح بقى تقول لاهلها انا ما فيش حد بيحبني، انا فعلا مختلفه، انا حاسه ان انا مختلفه. والولد برضو كتير جدا، مش سن بعيد يعني، كتير جدا على سن معين 10 سنين ماكسيمم، الشخص بيقول انا واعي ان انا مختلف، انا واعي ان هم كارهني، انا واعي ان هم مش حابيني، انا واعي ان انا غريب ومش عارف احط ايدي على الموضوع. ودي بتبقى بدايه الاكتئاب عامه. فطبعا هنا الاهل بيبقى ردهم حاجه زي لا انت كويس، انت بس ما عندكش ثقه في نفسك، كلام بقى طبعا اللي هو ايه، يحبط جدا، لانه في invalidation، يعني كاني بقول للطفل ده لا انت اللي بيتهيألك. لا. فناخد بالنا لما الاطفال يكونوا مثلا بيقلدوا ضحكه. انا كان عندي ابني، كنا مره بنتفرج على فيلم، فانا ضحكت في الفيلم، فهو بصلي كده وبص لباباه وراح عامل عمل كده زي جوكر زي فيلم جوكر، عمل كده طبعا، وفضل باصص لنا، نوع من ده تقليد الضحكه، ده تواصل، يعني انا نفسي افهم بتضحكوا على ايه، انا عايزه ابقى زيكم. فناخد بالنا من الحاجات دي، لان كتير قوي ممكن الاهل يستفزوا، بتضحك عليه هو اي ضحك وخلاص. انا كان بيتقال لي الضحك من غير سبب قله ادب، كان بيتقال لي كده. anyway، اللي بيحصل هنا ان الطفل او المراهق ده بياخد من كذا حد، بياخد من كذا شخصيه، وبياخد من الفيكشن، وبياخد من الافلام، وبياخد من اهله، فهو بياخد تركيبه معينه
ويحاول يقلد في اللبس، في الشكل، في الضحكة، في البصات، بيحاول هو بيقلد، فبيطلع لنا نوع من الاتنين. ده دايما موجود في التطرف ده، يعني نوع بيبان ان هو اجتماعيا مش ممكن يكون متوحد، ده اجتماعيا very sophisticated، عنده حركات وعنده اداء وبيتكلم وصوته ماشي، التوناليتي حلوه جدا، وده عنده مشكله يعني لان هو بيتاخد على انه هو اجتماعيا هايل. فطبعا لما بيعمل غلطه، وبيعمل غلطات كتير لان هو اصلا كل ده متقلد، فطبعا هتخش معاه بعمق شويه هتلاقيه اتزحلق خالص. يعني لو خشيت معاه في علاقه بعمق هتلاقي بقى المشاكل، او هتلاقي مشاكل لان انت متوقع حاجه تانية، انت متوقع ان هو فاهم، بس هتلاقي حاجات. ده النوع الاولاني، وده طبعا هيقابل مشاكل. وفي النوع التاني اللي هو ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا ويطلع لك تركيبه غريبه جدا، يعني غريبه جدا، والناس بتقول عليه عبيط ابله، ده غريب. طبعا النوعين بيعانوا، لان يعني يمكن النوع التاني شكله غبي، انا مش عايزه اقول كده ابدا بس ده اللي بيتقال، لكن الاولاني بيدي انطباع غلط برضو، بيدي انطباع غلط خالص، لان سبايكي بروفايل، يعني انت شايف حاجه بتلمع، بس لو قربت شويه هتشوف ان في تعثر عنيف. يعني كتير جدا بنلاقي في الاطفال او في المراهقين ان هم عايشين جوه خيالهم، وده على فكره ساعات بيتشخصوا بدايه باي بولر، او بيتشخصوا سكيزوفرينيا، او بيتشخص ان هم عندهم ذهان سايكوسس. طبعا ده مش حقيقي، هو اللي بيحصل فعلا ان كتير جدا من الاطفال وانا كنت واحده من دول اصلا، كنت بعيش في خيالي ده كان غني جدا جدا. كنت بتخيل اني انا رئيسة شلة في دماغي، وبتخيل ان انا برقص والكل بيتفرج عليا، احلام في منتهى النرجسية وكلها اجتماعية الطابع. ده طبعا موجود في التوحد، موجود في البنات المتوحدات، لان هي بيبقى الفكرة هي الفكرة دي مش يعني الفكرة دي مش فكرة ادراكية، دي فكرة غير واعية شوية، اللي هي فكرة ايه؟ فكرة ان انا مستحيل هعرف اعمل صداقة. طب ما انا اسهل لي اتخيلها، احسن. يعني اتخيلها، اعيش في الخيال بتاعي، واعمل صديق خيالي. الصديق اللي في خيالي ده مش هيحبطني، مش هيبقى معقد، مش هيرفضني، مش هيتنمر عليا، ومش هيعتبرني غريب زي بقيه الناس. هم شايفيني غريب. احيانا ما بيحصلش تنمر واضح، لكن بيبقى فيه طبعا ان ايه، الناس قرفانه من الطفل ده، ما تقربش منه. ده طبعا معروف جدا في المدارس يعني. فطبعا بيظهر ان هو ايه، ان الطفله تلاقيها بتتكلم في خيالها. عند الكبار احنا عندنا عند الكبار كل ما بنكبر طبعا العمليه بتبقى سوفيستيكيتد اكتر. يعني انا اضرب مثال على نفسي مثلا، انا كان عندي الخيال ده كبير جدا الحقيقه. لما الخيال وقف طبعا لاني ادركت ان ده كله خيال، بقى الماسكينج بتاعي بيجي من ان انا بسال اسئله كتير علشان انا اسكت واسمع. فانا احط الاتنشن على الشخص اللي قدامي ده، وفعلا عايز اسمع، بقعد احلله، انا عماله احلله فعلا، وهو مبسوط لانه بيتسال اسئله فعلا. ده يعتبر ماسكينج، دي اسمها بيرسونا. هو الماسك اللي انت بتلبسه في المجتمع. انا هقول بس نصيحه هنا سريعه. امبوستر سيندروم، الاحساس بان انا شخص مخادع لان انا بلبس ماسك قدام الناس، بس انا في البيت حاجه تانية. ده بيجي المتوحدين طبعا. انا اللي هقوله هنا نصيحه سريعه ممكن ابقى اتكلم عليها بعدين. كل الناس بتلبس ماسك، كل الناس عندها بيرسونا، دي اسمها البيرسونا هو الماسك الاجتماعي، اللي هو ماسك انت لابسه مع اصدقائك، ماسك انت لابسه في الشغل، دي بيرسونة الشغل، بيرسونة الجامعه، بيرسونة المدرسه، دي بيرسونا. كل الناس عندها بيرسونا. الفكره هنا في الصحه النفسيه ان البيرسونا اللي انت لابسها دي ما تبقاش عكس حقيقتك، تبقى نسخه منك، يعني انا اهو قدامكم بحاول ما احطش بيرسونا بعيده عن حقيقتي. يعني انا اللي هيتكلم معايا في الحقيقه هيلاقيني قريبه من ده، مش بالظبط كده بس هيلاقيني قريبه من ده. البيرسونا المفروض تكون بتقرب من حقيقتك. اللي بيحصل مع المتوحدين، وده اللي كان بيحصل معايا الحقيقه، ومش شرط بس ده ريبريزنتيشن، اللي هو ايه، بيبل بليزر. يعني انا اشوف اللي قدامي ده اولوياته ايه، واحاول اتكلم كلام يمشي مع اولوياته هو. ده موجود زي البوردر لاين شويه، بيبل بليزر. وفي النوع التاني اللي هو ايه، ما عنديش بيرسونا خالص، اللي بره هو اللي جوه، ودي مشكله برضو، لانك انت ما ينفعش تبقى نفسك تماما كده، هتلاقي مشاكل، هتلاقي
الناس فهمتك غلط، انت كمتوحد هتتفهم غلط، علشان تعبيراتك كلها اللي هي ممكن تبقى دليل على مشاعرك انت بالنسبة للكود المجتمعي، دي كلها تعبيرات تدل على حاجات تانية. يعني مثلا وشك على طول عامل كده، ده بالنسبة لك انت وشك عامل كده، وشك ثابت، هما بيشوفوه تكشيرة، هما بيترجموه غلط. فانت ده مثال واحد، انت بقى حياتك كلها كده، مش فاهم ليه الناس بتعاملك وحش، عشان انت مش شايف نفسك من عيونهم. ده اللي مش اوير خالص. في اللي هايبر اوير بقى، اللي هو اوير بشكل مفرط وعلى طول بقى بيؤدي زي كده مثلا على طول بيؤدي. بس anyway يعني ده اللي بيحصل. فانت دايما هتحاول ايه، يعني انت دايما تطمح ان انت يبقى البرسونا بتاعتك قريبه من حقيقتك. لازم تعرف ايه هي حقيقتك الاول. هي حقيقتك مش هي الحاجه الاجتماعيه بس، حقيقتك هي مبادئك، هي الحاجات اللي انت مؤمن بيها فعلا. هي اللي انت شايفه مش اللي انت واخده. حتى لو انت عايز تعبر عن رفض حاجه معينه، ممكن انا بقلد بابايا مثلا في الرفض، وبقلد مامتي، بقلد اخويا، بقلد الافلام، بس في الاخر الرفض نفسه ده انا رافض اللي بيتقال ده، فانا هقول ان انا رافض. ده الماسكينج المطلوب، ده الماسكينج الحلو. بس في ناس لما بتتشخص توحد بتروح قلبه بقى تقول لك انا مش هماسك خالص، انا هنزل مش هماسك، فتتعامل بقى بوقاحه وتتعامل بغضب بقى. ما ده مش صح برضو. you have to mask. masking in itself مش وحش، هو بس الدرجه بتاعت الماسك. المهم في المراهقين كمان عندنا، طبعا ده موجود كتير. التغيير صعب على المراهق ده، فهو بيجي في وقت معين. ساعات الطفل المتوحد ده هو المفروض جنسيا هو بلغ، يعني هو جسمه بلغ، بيظهر عندنا هنا اضطرابات زي الانوركسيا اللي هي ايه، فقدان الشهية تماما، شخص يخس جدا ويبقى عايز كأنه يختفي، لان طبعا هو بيبقى مش متوقع. يعني هو بيبقى ولد او بنت، فجأة لقى في جسمه شعر، وفجأة لقى حاجات عمالة تكبر وحاجات عمالة تطلع، وهو ما كانش متوقع. فده تغيير كبير، يعني ده تغيير كبير جدا. الشخص اصلا احنا عندنا كمان في التوحد حتة ان في انفصال شوية بين العقل والجسم، وما بنحبش التغيير. وبعدين بقى الشخص يحس ان هو باين قوي. يعني ده كان عندي الاحساس ده ولسه عندي. احساس ان انا مش التخن هو اللي عامل لي ازمه، هو فكره ان انا عماله ابان، عماله اخد مساحه يعني. بس طبعا بالنسبه للمراهقين ده بيجي بشكل عنيف جدا، يعني ان الشخص بيحس مش هو ايه اللي بيحصل لي ده، يعني ده شعر وحاجات، وبنت بتجيلها الدوره، يعني لا هو تغيير مرعب يعني. فطبعا ممكن نلاقي اعراض ان البنت بتلبس واسع جدا، بدا يجي لها فعلا اضطراب، او الولد انوركسيا، عمال يشيل الشعر اللي بيطلع له، ممكن يحصل حاجات كده. طبعا نوع من ان الشخص عايز يفضل طفل. انا شخصيا كبرت كده، بس مش في الشكل، انا كبرت يعني مش بقولها بفخر، يعني احساس ان الشخص كانه اولد انفنت، كانه طفل كبير. ده ممكن بنلاقيه يعني مش عايز يكبر، لان كل ما بيكبر بيستقل، وكل ما بيستقل يعني متوقع منه يعمل حاجات لوحده، مش عايز يعمل كده، مش عارف يعمل كده. الناس بتشوفه متوقعة منه حاجات، واحنا اصلا كمتوحدين اصغر من سننا. ممكن نلاقي ان الشخص عنده مليون شخصية. يعني تلاقي بنتك مثلا بتتصرف مع صحابها بطريقة، مع عمامها بطريقة، يعني فعلا كأنها بتمثل. وطبعا دي ممكن تتفهم غلط، ان هي اتنشن، يعني بتاخد الانتباه، بتحاول تشد انتباه. في اطفال في نوع من التوحد كده، بس انا مش عايزه اتكلم عليه لان انا نفسي مش مقتنعه بيه. بس المهم في برزنتيشن كده، في ان الطفل يقعد يتنكر في شكل حيوان يعني بياخد دور حيوان، على طول بتعمل نفسها قطه، على طول بيعمل نفسه ذئب كده. ده نوع من الهروب. انا رافض اصلا الجسم اللي انا فيه ده، رافض الوجود ده، فانا عايزه ابقى حاجه تانية، انا عايزه ابقى شيء تاني. ده موجود طبعا. الطفل اللي على طول بيعمل خيالات ده، او بيسرح، بيسرح خالص، عايش قصة في خياله. بنبص كويس جدا على الطريقة اللي بيلعبوا بيها باللعب. البنات ساعات يجوا من المدرسة يرسموا، هي مش بترسم، هي طبعا الدكتور يعني لما الام بتشك الدكتور بيقول بدل بترسم، بدل بتلعب بالعرايس يبقى كويسة. هي بتلعب ازاي؟ هو ده السؤال. هي بترسم ايه؟ بترسم اهلها، بترسم ابوها وامها وهم بيعملوا نقاش، عماله تعيده تاني. بتلعب بالعرايس زي ما قلت قبل كده، ان هي بتعمل نفسها هي جزء من العروسه،
وكذلك الولد ماسك التماثيل وبيعمل نفس الحكايه دي، يعني هو بس مجرد ايه، بيعيد مشهد اجتماعي تاني. تمام. او حتى تلاقي ساعات ممكن تاخد العرايس تعمل لها لايننج اب، ممكن تاخد الالوان تعمل لها لايننج اب. عندنا كمان مظهر موجود جدا في التوحد، انا كبرت بيه ده، اللي هو بيكولكت حاجات، عمالين يجمعوا اي حاجه بقى، يجمعوا اقلام، يجمعوا شرابات، يجمعوا دباديب، يجمعوا اي حاجه، يجمعوا انا بنتي كانت بتجمع زلط وريش، بتجمعوا اكشلي، بتجمعوا جامد يعني. وانا جالي وقت كنت بجمع بوريك وشعر صناعي كده. طبعا التجميع ده هو بيبقى بحث عن الامان، يعني انا اجمع حاجه هي موجوده اهي، يعني نوع من اللي هو perfection، انا عملت حاجه كامله اهي موجوده يعني كده. هي دي الفكره، نوع من التوقع والتنبؤ والامان طبعا والهوس. لكن ده موجود جدا. المهم ان نوع اللعب نفسه او نوع النشاط نفسه اللي موجود في التوحد، يعني احنا المفروض ما نبصلوش من بره ونحكم عليه، لان هو ممكن يبقى رسم، ممكن ابقى قاعده جنب ناس وبعمل زيهم. بس الفكره ان لو قربت من النشاط نفسه هتلاقي النشاط نفسه اللي هو نشاط توحدي، يعني نشاط الشخص قاعد فيه لوحده، مش مفيش انتباه مشترك في النشاط ده، مفيش. يعني بتلعب بعرايس كل حاجه بس ما بتلعبش مع حد، يعني هي اكشلي قاعده جنبهم بس ما بتلعبش معاهم. وده على فكره احنا احنا بنكبر كده يعني، وده هيشرح بعد كده ليه في الجوازات وفي الصحوبيات وكده الصحوبيه بتبقى ليها معنى تاني. احنا ممكن نقعد مع بعض من غير ما نقعد مع بعض، يعني احنا قاعدين جنب بعض بنعمل باراليل، نشاط موازي. بالنسبة للجندر اللي هي النوع، يعني هي بتقول ان البنات في التوحد بيبقوا اغلبهم، ما بعممش، اغلبهم توم بويز. يعني كتير قوي بنلاقي ان البنات مش شرط البنت تصاحب بنت. انا نفسي ادي رسالة هنا، لما يكون عندك ابن متوحد او بنت متوحدة مش لازم انت تدور لهم على صديق من نفس النوع، يعني مش لازم. لان انا قلت قبل كده في التوحد اللي بيتقابل هي المخاخ، يعني انا مخي انجذب لمخ تاني، يعني مش مهم بقى هو شكله ايه، نوعه ايه، احنا انجذبنا لبعض في اللعب. يعني الاطفال كده، الاطفال المتوحدين كده، ممكن يصاحب واحد اكبر منه، ممكن يصاحب واحد اصغر منه، المخ هو اللي تقابل معاه. المتوحدين كتير جدا بيصاحبوا ناس اصغر منهم، ده بتحصل كتير. البنات بيصاحبوا ولاد، يعني هي تلاقي البنت كتير، مش دايما بس تلاقي البنت كتير بتروح ناحيه نشاط الولاد، بتحب الطبيعه، بتحب الفيديو جيمز، انا كنت بحب الفيديو جيمز جدا. عايزه تلبس مريح، عايزه تلبس زي الولاد. تمام. وكتير جدا على فكره برضو في الولاد، لان الولد بيبقى شايف ان الولاد التانيين فجاه استرجلوا قوي كده ومشيوا تبع نظام اجتماعي غريب، فهو مش فاهمهم برضو، فبيروح ناحيه البنات، لان البنات بيرحبوا بالجنس الاخر ده، والولاد برضو بيرحبوا بالجنس الاخر. يعني مش عارفه اقولها ازاي، يعني الولاد النيوروتيبيكال ممكن يبصوا على الولد المتوحد كانه مش راجل، يعني يتنمروا عليه فيستقبلوه البنات. البنات يبصوا لها، البنت المتوحده، البنات النيوروتيبيكال التقليديين يعني يبصوا لها على انها مالها مسترجله كده، الولاد يرحبوا بيها. بيحصل، هو اكيد بيحصل. لان انا كان لعبي ولادي جدا برضو يعني. تمام. فده موجود، يعني ده موجود جدا، ما نقعدش بقى يعني ده موجود، يعني ان هي البنت هتبقى بتلعب مع ولاد. لو لعبت مع بنات هتبقى محضره بقى سيناريو مع سكريبت بقى، يعني او هتلاقيها زي ما تقول، زي ما قلت كده ايه، بتلعب جنبهم مش معاهم، لان هي مش عارفه هما بقى بيتكلموا على الموضه وبيتكلموا كتير، البنات بيتكلموا كتير وهي عايزه تتهز وتتحرك وتلعب او ترسم او تلعب على الكمبيوتر او تلعب فيديو جيمز، وطبعا البنات شايفين ايه ده يعني. أم أه طيب، ممكن اكمل بعدين عشان كده كملت نص ساعه. طبعا كتير البنات يعني لما بيجوا يصاحبوا بعض هي بتبقى عندها فكره غلط، فاحنا عايزين بقى نديها نظريه عقل. يعني البنت بتبقى فاكره ان هي عندها صديقه، والصديقه دي هي صديقه واحده، يعني هي بالنسبه لها كل حاجه، هي فاهمه الصداقه غلط. المتوحدات ساعات يفهموا الصداقه غلط، يعني هي دايما تلاقي مثلا بنت متوحده بتقول مثلا ايه،
انا بالنسبه لي الاصحاب دول اولويه، لكن انا بالنسبه لهم مش اولويه، انا لوحدي. يعني هم بيعزموني مع المعازيم، لكن انا نفسي يبقى عندي علاقه وان اون وان. هي البنت بتقول كده، البنت المتوحده او الست يعني، لان هي فاهمه الصداقه غلط. هي بالنسبه لها انا صاحبت مثلا شيرين، مثلا شيرين خرجت مع دينا وانا لا. يعني هي شيرين دي صاحبتي؟ ما عندهاش فكره ان الصحوبيه نتورك كامله. هي بتبقى عايزه اكسكلوسيف ريليشن شيب، فطبعا بتفضل متخيله ان هي ايه، اشمعنى انا، يعني اشمعنى انا، لان انا شايفاكي اولويه ومش مصاحبه حد معاكي. مستحيل اصاحب حد معاكي. ده طبعا بيجي لان التوحد اصلا ما فيهوش قدره ان انا اصاحب ناس كتير. وطبعا في التفكير ابيض واسود، يعني انا او مش انا، لكن مش انا وحد تاني. فطبعا بنديهم بقى ايه، بنديهم لان احنا بنكبر كده، ده بيكبروا عندهم 50 سنه وبيفكروا التفكير ده. فيعني وده على فكره من الاعراض اللي بتيجي شبيهه بالبوردر لاين. بس يعني احنا بنديهم نظريه عقل ان الصداقه بتساعي ناس كتير. يعني لازم لازم نديهم نظريه عقل، لان هي بتبقى مجروحه جدا ومش هتقول، يعني بامانه كده متوحدات مش هتقول حاجه، يعني هتلاقيها مكتئبه بس كده. كتير جدا بتلاقي البنت او الست المتوحده مش عارفه تتواصل مع الستات. يعني وده طبعا انا اقدر اقول برضو كده التواصل مع الستات صعب شويه، لان انا مش بعمم، بس بيبقى الست المتوحده دي عايزه تتكلم في التاريخ، في الفيزياء، في الوجود، في القصص، في الادب. يعني عايزه تتكلم هي مش عارفه تعمل الحاجات اللي بيعملوها البنات التانية. يعني هي مش عارفه تعمل مثلا. البنت دايما في المجتمع عليها توقعات ان هي تعمل سمول توك، تعرف تبقى يعني تلمح بحاجات معينه مش تقولها في وشك كده، تعرف تبقى اليجنت، تعرف تبقى كده السهل الممتنع. انما البنت المتوحده ممكن تيجي مدب بقى جنب الموضوع ده، تلاقيها بقى بتتكلم ومفيش انهبيشن، عماله تتكلم وتقول وصوتها عالي فطبعا هي مش عارفه تكونكت خالص. يعني هي ده غير بقى انها لو قعدت مع واحده ست مثلا تانية، التانية بقى هتتكلم على علاقات. دي كانت ازمه. انا كان عندي قبل ما تشخص كانت دي شكوتي. قبل ما اتشخص كنت بقول انا تعبت من الكلام في العلاقات. وده كان من ضمن الماسكينج اللي انا بعمله. يعني كنت هتشل، لان مفيش كلام في غير في العلاقات. البنات بيتكلموا كتير جدا في العلاقات، معلش مع احترامي كل الستات اللي بيتفرجوا عليا، نو واي اتس ريلي ديفيكولت. او اقابل بنت تقعد تكلمني على شعري وعملت ازاي الباروكه او لبست كده ليه، اتس فيري ديفيكولت. يعني وانا بقول كده وانا عندي 37 سنه تقريبا. يعني انا عايزه اقول تخيلوا بقى لو مراهقه. وكان في الجامعه برضو كانوا بيتكلموا على الحزمه والنضارات، كنت هتشل. فطبعا انا طبعا مش بقلل من حد، بس هو ده المس ماتش. يعني انا ما اقدرش اقعد اتكلم في ده على طول، يعني صعب. البنت برضو متوحده زيي بالظبط بس على صغير، يعني هي مش عارفه تكونكت. فطبعا بتبدا تحس ان في حاجه غلط، هي بتبدا تحس انها في حاجه غلط. ممكن تروح تذاكر بقى الموضه عشان خاطرهم يعني. فناخد بالنا من العلامات دي. طبعا في توقعات من المجتمع على البنات، والمتوحدات بقى بيلاقوا مشكله هنا. يعني مثلا البنت بيبقى متوقع منها ان هي ايه، عايز تتجوز، عايز تبقى ام، عايزه يبقى في حياتها راجل، عايزه تبقى حلوه، حاجات كتير. البنت المتوحده بيفوتها الكلام ده وممكن تماسك. يعني هي بالنسبه لها دي الحاجات اللي بتفرح البنت التقليديه، ان هي عايزه تتجوز، ان ولد معجب بيها، واحد جه خطبها، تتباهى بقى ان كذا حد جه. متوحده يعني مش كده خالص. هي الحاجات دي اصلا بالنسبه لها ما بتجيبلهاش ريورد، ما بتجيبلهاش احساس هي كده خالص. فطبعا التوقعات اللي عليها ان هي تبقى ساتل وتبقى بتلم يعني كده خفيفه في المجتمع، بتخليها تحس ان هي محكوم عليها جامد جدا. فما نحكمش بقى عليها، تهيألي يعني ما نحكمش عليها، ولا ايه؟ ده جزء من التوحد يعني، عشان ما نعززش موضوع الماسكينج، ما نعززش موضوع الماسكينج. بالنسبه للحته الجنسيه وكده، طبعا بيتقال بقى ان البنت ساعات مسترجله، انها مدب، انها مش حنينه. انا قلت الكلام ده. لان ده بيسبب اكتئاب. هي بتقول يعني الدكتوره دي بتقول ان ده بيسبب اكتئاب، وان سايمون بارون كوين ده معروف جدا في التوحد يعني، اكتشف ان البنات كتير جدا اللي هم عندهم مظاهر التوحد
اصل سايمون ده التوحد عنده كلاسيكي شويه، فهو ما بيشوفوش في البنات، بس لما شاف يعني ناس ستات يعني فيهم مظاهر توحد، لقى ان هم بيميلوا للاكتئاب والانتحار للسبب ده ان المجتمع بيحكم عليهم مش انثى خالص، لا بتحط مكياج ولا بتلبس فساتين، ولا انا طبعا جايه حاجه اقول دلوقتي انواع التوحد، بس يعني ده اللي بيحصل عاده، ان البنت بتحكم عليها قوي، هي ليه مش حلوه، ليه مش عارفه تمشي تبع الاتيكيت الاجتماعي، لا عارفه تقعد ولا عارفه تتكلم ولا عارفه تمشي. ده بالنسبه للمجتمع، علشان هي ايه مسترجله، وطبعا بتتبهدل ان هي مش عارفه تماتش اب يعني كانثى. وده طبعا ليه علاقه بالحته كمان الجنسيه، ان البنات كتير على طيف التوحد مش بيحسوا بالانوثه دي خالص يعني، وده عادي يعني، ده مش مرض. يعني زي ما في رجاله مش قادرين يفهموا برضه في التوحد، مش قادرين يفهموا مش قادرين يفهموا الرجوله، اللي هي الرجوله بين قوسين اللي حاططها المجتمع، يعني ان الرجوله anyway، يعني المفاهيم الاجتماعيه اللي هي ليها علاقه بالجنس والهويه الجنسيه كده، دي مختلفه في التوحد، وده مش غلط او صح، انا بقول دي مختلفه. طبعا من الحاجات اللي طبعا يعني بتضيع ان انت تتخيل ان الطفل ده ذكي، ان المربيين والاهالي بيتخيلوا ان الطفل ده ذكي في المدرسه يبقى هو هينجح في المجتمع. ده مش حقيقي طبعا، لان ذكائك الاكاديمي ده ملوش اي علاقه بالمجتمع. انت لازم تكون عندك مهارات اجتماعيه لو انت عايز تبني علاقات وتكمل فيها، سواء في الشغل، في الجواز، في الصداقه، في انك تمشي حالك. فدي حته ناخد بالنا منها، ان كون الطفل ده بيعرف يرد بسرعه اكاديميا، وبيعرف يحصل معلومات اكاديميه كتير وبسرعه، عنده معالجه سريعه للمعلومات، لكن عنده معالجه بطيئه جدا للاسئله العاديه جدا الاجتماعيه العاطفيه، واي نقاش اجتماعي عاطفي بيهنج فيه شويه. فطبعا الميس ماتش ده مش استهبال ولا استعباط، ده التوحد بيسكلي، ده التوحد. المدرسين برضو يعني كانت هي بتقول رسالة مهمة فعلا، ان المدرسين، البنت اللي عندها توحد دي بتبقى بنت عندها معلومات كتير، يعني عندها معلومات كتير جدا، ممكن تبقى هايبرلكسيك، عندها معلومات كتير جدا، فوهي صغيرة كده المدرسة ممكن تقول غلطة، فالبنت بقى ايه، البنت ما عندهاش الحتة الاجتماعية العاطفية، بالنسبة لها في شخص بيقول معلومة غلط وانا هصححه، لان طبعا التقاط الاخطاء ده واحده من المهارات في التوحد اصلا، يعني المتوحدين بيعرفوا يلقطوا الانماط واللي بيكسرها، فطبعا هم شاطرين في دي، في ادق التفاصيل بيجيبوها. فيعني لما مدرسه تقول غلطه، البنت المتوحده هتقوم وهتصلحها، يعني هتقوم وهتصلحها بصوت وهتصلحها بثقه، ما عندهاش بقى فكره دي مدرسه ما يصحش، المدرسه دي عندها سلطه وانا كده بجرحها، مفيش الكلام ده خالص. فطبعا نفهم الموضوع ده، ولما نيجي ندي نصيحة للطفل ده نفهمه الاجتماعيات، نفهمه ان التصحيح يجي بعدين، والمدرس ما بيحبش حد يقطعه، يعني احنا هنحاول بقى نديله نظرية عقل، لكن احنا ما بنحكمش عليه. وطبعا المدرسين هنا يتخلوا شويه عن الايجو اللي عندهم، يعني والله لو طفله بتصلح، انا لغايه دلوقتي يعني على الفيسبوك ساعات بقول حاجات غلط وناس بتصلحني، المفروض ان الواحد يبقى ما عندوش ايجو. ودي رساله، انا كان عندي ايجو على فكره، انا بقولها للمدرسين، لما طفل يصلحك يعني اكشلي ما يبقاش عندك ايجو، لان هو غالبا عنده معلومات اكتر منك. طبعا لما طبعا في المدرسه يبقى في مثلا انت هتعمل جروب، انت هتلم مجموعه طلبه عشان يعملوا جروب، تاخد بالك بقى ان الطفل المتوحد ده او الطفل المختلف ده هيتأزم هنا، لان انت حاطه، هم لما بيعملوا جروب التقليديين لما بيتجمعوا مع بعض بيعرفوا يقسموا نفسهم، انما المتوحد بيضيع خالص، هيعمل حاجه من حاجتين، يا اما هيقعد يقول لهم اسكتوا كلكم عشان انا اللي هقول تعملوا ايه، هو عنده الحته دي عشان يتحكم في الموضوع، لانه ما عندوش تركيز مشترك، او هيعمل حاجه تانية، ان هو ايه، هينعزل تماما عن الجروب ده. فهنا هي بتقول هنا للمدرسين يعني ان هم لما يلاقوا يخلوا الطفل المتوحد ده يلمع، لان الطفل المتوحد او المراهق المتوحد دايما، او المراهقه المتوحده دايما عندها قوه في حاجه، اما عندها قوه في البحث زي ريسيرشر، اما عندها قوه في الارت في الفن، اما عندها قوه في التقسيم، هيبقى عندها قوه في حاجه، فانت بتاخد القوه بتاعته وتحط تركيز عليها عشان تلمع القوه بتاعته دي. قوله انت اللي مسؤول مثلا عن الحته الفنيه، انت اللي مسؤول عن الحته ده، لازم على فكره ده بجد، ده
انا عن تجربه ده اللي بيدي ثقه، يعني غير كده هنضيع. هي كمان برضو بتقول حاجة مهمة، ان الطفل المتوحد، وانا كان عندي الحتة دي يعني، الواحد ما بيصدق وهو صغير ان اللي حواليه اعجبوا بحاجة فيه، لان هو ما عندوش طريقة طبيعية يعني في الاجتماعيات. يعني ممكن مثلا طفل تلاقيه بيقلد المدرسين، ده موجودة في التوحد كتير. طفل بيقلد المدرسين، لما قلد المدرسين الناس ضحكت. انا كنت بعمل كده ساعات. الناس ضحك، لما الناس ضحكت هو ما صدق. الواحد ما بيصدق، فبتبقى هي دي الطريقة بتاعته ان هو يخش في الاجتماعيات. بيظهر طبعا للاهل هنا ان ده طفل اجتماعي جدا، ده بيضحكهم، ده طفل اجتماعي، وبيكبر بالطريقة دي. هي دي بقى المشكلة، احنا بنكبر كده. انا اول حاجة بعملها عشان لما بتحط وسط ناس كتير ان انا بضحك، بقول حاجة مضحكة وبيضحكوا فعلا. المشكلة بقى ان انت تيجي تخش في عمق مع الشخص ده ما تلاقيش حاجة، فطبعا بيبقى عنده علاقات سطحية، ممكن يتم استغلاله وممكن يتم التريقة عليه، لان مفيش عمق. العلاقات الحقيقية لازم محتاجة عمق، لكن انت هتقعد تمشي حالك بالضحك. انا ما بقولش ان ده غلط، انا اكشلي بقول ان ده صح، ان ده كويس، لان ده بيديك ثقة في نفسك كمتوحد. لو عندك حاجة استغلها. ممكن مش شرط تكون بتضحك، في ناس بتبقى عاقلة جدا وعندها معلومات كتير، فمجرد انها بتقعد بتجذب الانتباه بالمعلومات الكتير. لكن الشخص هو ده كويس، ده بيبدأ علاقة، لكن يعني عايزة اقول ايه، خلي بالكم ان ده ممكن يغطي على حتة التوحد. ده مش معناه انه مش متوحد، يعني مش معناه ان هو قاعد وسط ناس وبيتكلم والناس كلها مبهورة يبقى هو مش متوحد، والناس كلها بتضحك يبقى هو مش متوحد. التوحد بيبان في العمق في العلاقات، ان مش عارف تدخله ومش عارف يدخلك وبيغلط. هنا بقى الازمه بتبدا تحصل، العلاقات الحميميه دي. حاجه تانية برضو موجوده في التوحد، يعني المثاليه. البنات البنات عندهم حاجه وقت المراهقه، ان هم بيتحولوا لنوعين. في نوع بيسيب نفسه خالص، يعني هي بتطلع لها شعر في جسمها، يعني هي مش واخده بالها، الحته الاجتماعيه واقعه عندها، فهي مثلا ممكن ما تستحماش، ريحتها بدات تبان، شعر، جات لها الدوره، يعني طلع لها ثدي. هي مش واخده بالها، لان فعلا الحته الاجتماعيه فعلا لازم حد، يعني لو ما حدش لفت انتباهها ان هي لازم تلبس برا، لان الناس شايفاها، شايفه جسمها كبير وكده، هي مش هتبقى فاهمه. وكتير جدا بنلاقي رد فعل البنت بتقول والبسه ليه، يعني انا مرتاحه كده. هي مش فاهمه خالص الناس شايفاها ازاي، هي مش فاهمه الكلام ده. هي مش فاهمه خالص ان مثلا ان في المجتمع لما بنت بيبقى عندها شعر كتير بيتريقوا عليها، بيقرفوا الحاجات. ده كله بيفوتنا اصلا كمتوحدين، بيفوتنا خالص. في بقى النوع التاني العكس تماما، اللي لاحظ ان هو مش عارف خالص يدخل للناس، مش عارفه تدخل لاصحابها دول، مش عارفه تعمل صحاب. فبدات فبدات تبص على مين بقى، على المودلز. عماله كل يوم تحط ميك اب، تحطه صح جدا، تقعد قدام مرايه كتير جدا، عماله تخس. بدا يجي لها انوركسيا نرفوزا، اللي هي ما بتاكلش خالص، وبدات تركز على الاخطاء اللي في جسمها. وانا كان عندي الحته دي بصراحه. هي بقى الفكرة ايه، ده بسبب التفكير اللي هو المثالي. يعني التفكير المثالي ده بيخلي المتوحد عمال يقارن نفسه بحاجات، يعني البنت عمال تقارن نفسها بموديل، فما بتوصلش ابدا للموديل، هي مش هتوصل ليها. يعني ناخد انا مثلا، انا بنت قصيرة وعندي بطن يعني عندي مش موديل خالص يعني. فانا ببص على الموديلز، انا في مخي انا لازم ابقى زي الموديل دي، لاني انا علشان الموديل دي مفيش حاجه تانية، ما هبقى زي مين انا. لان ده التفكير الحدي بيخلي الاطفال المتوحدين لما بيحاولوا يوصلوا لحاجه، مش بيشوفوا مثلا ابن الجيران، مش بشوف مثلا واحده طولي عشان اقلدها، لا، انا ببص على الموديل الرفيعه قوي دي، انا عايزه ابقى زي دي بالظبط، شعرها طويل كده، هي لازم بشعر طويل، لازم اعمل اي حاجه عشان شعر طويل كده. وانا كان عندي الحته دي، ودي موجوده في المراهقين، وعلى فكره ممكن تبقى موجوده في الولاد برضو. ان الولد شيء مش، يعني الطبيعي ان الطفل ما يبقاش عنده كده، يعني يشوف حاجه شبهه ويشوف حاجه قريبه منه، لكن يبقى عارف ان ده موديل، مش لازم اوصل لده. فاحنا هنا بنديهم نظريه عقل. انا كنت اتمنى حد يقول لي الكلام ده. طبعا هو التلفزيون برضو بيبوظ يعني، بس بيسكلي يعني ايه، احنا عندنا نوعين هنا. فالنوع الاولاني ده اللي هو سايب نفسه وكده، هيتعرض لتنمر، وهي اصلا البنت اللي هي من النوع ده اوريدي هم شايفينها غريبه،
كده. فاحنا مش عايزينها تبقى غريبه اكتر، فبندي وعي للمراهقين. مش بنقول لها البسي برا يعني، يعني مش بنقول لها كده يعني، او اللي هو البسي بناتي حطي مكياج، ما بنقولش كده، بس بنعرفها الناس شايفه ايه وهي تختار، بس تبقى عارفه نتيجه اختيارها. يعني مثلا هتلبسي كده، هي انا اسفه بيطلع لها مثلا، ده كلام الدكتوره، وهي مثلا مش لابسه برا، فطبعا الناس شايفه حاجه، فاحنا لازم نقول لها الناس شايفه جسمك كذا، وممكن تتعرضي لايه، لمضايقات. بعد كده بقى هي حره بقى، يعني هي حره بقى تختار، المهم ان احنا نعرفها نتيجه اختيارها. تمام. الناس شايفاها ازاي، لكن عمرنا ابدا ما نقول لها مثلا طولي شعرك، حطي ميك اب عشان تبقي حلوه، باش الكلام ده، باش الكلام ده خالص، لان هو ده الماسكينج اصلا، فبلاش. كتير جدا بنلاقي مثلا طفله المتوحده دي هي البنت اللي عماله تعمل اي حاجه عشان الانتباه يجي عليها. آه، يعني مثلا تعمل حاجات هبله وكده، وهي فاكره ان هم بيضحكوا معاها، اتاريها هم مثلا بيضحكوا عليها. فطبعا بناخد بالنا ونعرفهم مفهوم الصداقه، ان الصديق هو مين هو الصديق الكويس ده، مش هو اللي هيضحك عليك. وان الصديق الكويس، لان البنت بتبقى عايزه تعمل اي حاجه عشان البنات يجوا. يعني وانا كان عندي الحته دي، اللي هو ممكن ادي لبسي لحد عشان يحبني، ممكن اعزمه في بيتي ياخد بيتي كله عشان يعني ياخد فلوسي كده، في الاحساس بالبؤس ده. وطبعا للاسف ده يعني، وبفتكر بقى ان الشخص بقى صديقي علشان كده. وطبعا ده بينطبق على العلاقات برضو، ان انا حدي اي حاجه عشان انت تبقى في علاقه معايا، ناخد بالنا من الحته دي. فطبعا ده بسبب ان هي كمان هي مش فاهمه ايه هي الصداقه الصح. هي فاكره ان هي دي كده، التانية حبيتها عشان ده الصداقه. اتاري ده استغلال. يعني انا بالظبط كاني رفعت يافطه وقلت عليها استغلوني، بيت ببلاش اهو، لبس ببلاش. فطبعا الناس كلها استغلتني، وانا فاكره الناس دي كلها صحابي، مش واخده بالي خالص من دول ايه عاملين يستغلوني. فاحنا حطوا عينيكم ولادكم مع مين، وهل اللي معاهم دول بيعاملوهم ازاي. لان البنت المتوحده، وانا بقولها هي وانا عندي حاجه 30 سنه ولسه كده، احنا ما بنعرفش ابدا. بنعرف في الاخر، المعالجه بطيئه، بنعرف في الاخر ده يعني بعد ما نكون اخدنا على قفانا ان احنا تم استغلالنا. ودي ممكن تبقى جوازه كامله تم استغلالك فيها، صحوبيه، اصدقاء، فلوسك. فما تحسش انك عبيط يعني. ده دور الاهل برضو، دور الناس اللي حوالين المتوحد ده، ان هم يوعوه. لان فعلا صعب جدا، مهما صعب قوي الواحد ما بيشوفش وهو جوه العلاقه، يعني انا ما بشوفش. انا عمري في مع ان انا بقعد اقرا كتير جدا، بس انا ما بشوفش الحاجه وانا فيها. وعشان كده كتير جدا اتقال لي ازاي انت يعني انت برضو عندك حكمه، ازاي كنت في علاقه مع شخص كذا، شخص رد سجون مثلا، وانا فعلا مش واخده يعني عادي. يعني انا بالنسبه لي anyway دي مشكله. فبنقول لهم بقى، الاطفال طبعا اكتر بنقول لهم، لان الصدمات دي هي اللي بتخلي الشخص يتعقد. المتوحد اصلا عنده تفكير حدي، فهو لو اتصدم مره ممكن تلاقيه انعزل تماما. وطبعا تفتكروا ان مش لازم الصداقه بين شخص متوحد تبقى مع شخص من نفس النوع ومن نفس الجنس ومن نفس السن، مش لازم ابدا. المتوحدين بالذات، المتوحدين بالذات بجد، لا الولاد بيتفقوا مع بقيه الولاد، ولا البنات المتوحدات بيبقوا في هارموني مع البنات التانيين. حقيقي بجد انا مش عارفه اشرحها ازاي. بس البنت المتوحده بتفضل قعده الولاد، والولد المتوحد مش هقول بيفضل قعده البنات، بس ديفنتلي مش مبسوط قوي بالولاد اللي معاه، يعني ده اكيد. او بيحب الولاد اللي زيه، بيتصاحبوا على حسب نفس الاهتمام، يعني نفس الاهتمام. انا اتكلمت كلام كتير جدا. انا بعتذر، بس كنت عايزه اقول كل هي قالته هي حاجات مهمه بصراحه. اخر حاجه هقولها في التوحد عندنا ان احنا لما بنعوز نعمل صديق او نعمل جوازه، ودي عندي، احنا بنحط هدف. يعني انا بتارجت واحد معين، هو ده اللي انا اجوزه علشان الحلال كده، يعني عاملين بنشوف ايه النفع اللي هيظهر من العلاقه دي. فهي بتقول يعني هي بتقول ده غلط جدا، هي نفسها عندها توحد، هي بتقول ده غلط جدا، لان الليزر بوينتنج ده ان انا اتارجت شخص بعينه. سواء مثلا عشان هو مثلا ده عنده بيت ما حلو قوي هنعيش في بيت مع بعض، ده عنده او مثلا ده عنده نفس الهوس بتاعي، هايل هنتكلم في نفس الحاجة، ده شكله انطوائي زيي، تمام.
انا اسفه، حد عايز يمارس العلاقه الجنسيه وفي الحلال يتجوز. لا. هي بتقول بقى إن ده غلط، ده غلط جدا، لان الطبيعي، هي بتقول ان التقليديين ما بيعملوش كده. ده كلامها بقى، انا ما اعرفش، بس بتقول ان التقليديين ما بيعملوش كده. التقليديين لما بيجوا يدخلوا جوه علاقه، اولا بيعملوا نتوركينج، يعني بيبقى كويس مع كل الناس، ويشوف بقى مين اللي هيدخل معاه، مين اللي هيمشي معاه، وبيقرر يتجوز او بيقرر يصادق حد على اساس ان العلاقه هتبقى عميقه، مش اللي هو يعني عايز منه حاجه او في هدف معين. لا، هي بتقول ما ينفعش النظام ده، يعني ما ينفعش اللي هو تقعد تعمل اكروبات بقى عشان تصطاد الشخص ده عشان لان العمليه مش كده، انت هتصطدم. هي بتقول هتصطدم ان هو، لا، العمليه عميقه، ان مثلا العمليه الجنسيه ما تنفعش تتعمل الا بمشاعر عشان المتوحدات. يعني انا مش بعمم، بس احنا فعلا عندنا كده في التوحد، المتوحدات شويه مخهم زي مخ الراجل، يعني عندهم ساعات بيفصلوا العمليه الجنسيه عن المشاعر، وده موجود فعلا بصراحه. وفي ناس كتير جدا، اغلب المتوحدين اصلا لا جنسيين، وفي كتير جدا من المتوحدات لا عمرهم حسوا ان هم عايزين، وولاد برضه رجاله، لا عمرهم حسوا ان هم عايزين عندهم رغبه جنسيه، ولا حسوا بحاجه اسمها رومانسيه عمرهم. وده عادي، ده مش مرض، ده مش مرض، ده اكشلي منتشر في التوحد. اللي انا عايزه اقوله بس ان احنا ايه، هي بتقول يعني ما ينفعش التارجت، يعني ما ينفعش العمليه تبقى بالنسبه لك اللي هو ايه، هتجوزها عشان امارس العلاقه في الحلال، خلاص كده الجواز هتنجح. نو اتس نوت لايك ذات، نو. هي بتقول اتس نوت لايك ذات. والصداقه كذلك، انت بتوسع اللي هي، يعني هو اللي بيحصل ان احنا بنعمل كده علشان الطاقه عندنا، يعني احنا بنتعب، يعني احنا عندنا، انا بسميه ايه بسميه البنزين الاجتماعي. البنزين الاجتماعي عندنا قليل، فاحنا هنحط تركيزنا الاجتماعي على شخص واحد، لكن احنا نعمل زي التقليديين ونحطه على كل الناس ونشوف مين هيخش، دي مصيبه، مش هتمشي. فالمتوحد ده بيركز على شخص واحد. هي بقى بتقول ده غلط يعني كده. هو مفهوم، بس هو غلط، هو غلط، لان في الاخر هيوقعك في علاقه يعني مش صح، عشان التقليديين مش كده من الاخر. التقليديين عندهم عمق اكتر من كده، فانت لازم تبقى فاهم التقليديين عاملين ازاي. هي دي بس الفكره، ان انت مش تماسك. بس انا مثلا لما هي قالت كده اتخضيت برضو، لان انا كنت بحاول مثلا، انا يعني مش عارفه الواحد، انا مش عارفه يعني هل المفروض اتجوز ولا لا، بصراحه مش عارفه، بس انا يعني فعمال اعمل تارجت يعني وده غلط. هي بتقول ده غلط جدا، لان الناس مش كده، يعني لازم تبقى عارف الناس بتفكر ازاي، الناس مش زيك من الاخر. الحب في التوحد يعني هو ان الشخص يبقى مش بيضايقني. بصراحة يعني الحب في التوحد هو ان الشخص ما يبقاش بيضايقني. فكرة ان انا احب حد وان انا اشوفه كل يوم واتعامل معاه كل يوم، هو اساسا البنزين الاجتماعي العاطفي عندنا مش هيتعدى ساعة ونص. يعني انا مش بعمم، انا بتكلم برضو على نفسي، وهي نفسها قالت كده بصراحة. ودي الحقيقة. يعني في فرق بين انت عايز تعمل ايه وتقدر تعمل ايه. المتوحدين ما عندهمش القدرة العنيفة دي، لكن هي صداقاتهم كلها من النوع المتقطع. وبيصادقوا ناس، ومش لازم اكلمك كل يوم، ممكن اكلمك كل كام شهر، يعني هي دي الصداقة بتاعتي. ويكفي ان احنا نبقى يعني بنتكلم في عمق، طبعا بنتكلم في حاجات عميقة، بنتكلم في حاجات مشتركين فيها. الحب مش ان احنا لازم نعمل حاجة مع بعض بانتباه مشترك، انت ممكن تقعد جنبي تعمل حاجة وانا اعمل حاجة. في راجل هي متوحد، يعني هو بيقول، هو قال بالظبط الحاجه اللي انا عايزه اقولها هو قال بالظبط، يعني هي بتقول له يلا نتجوز الست اللي معاه، فهو قال لها انا اساسا بروح الشغل وبرجع، يعني هو الشغل خلص عليا، يعني خلص على طاقتي الاجتماعيه، الناس اللي في الشغل اخدوا طاقتي الاجتماعيه، هرجع اشوف مراتي يعني دي طاقه تانية، انا ما عنديش كل ده. ف ده اكشلي حال المتوحدين، انا ده حالي برضو كده. فانا مش عارفه اوصفها ازاي، يعني العلاقات مرحب بيها، بس العلاقه بتبقى انتقائيه جدا في التوحد، وبتبقى مش كل يوم، يعني مش كل يوم نتكلم، يعني صعب ده. لكن اللي اكيد ان الوقت اللي احنا هنقضيه مع بعض هيبقى وقت قيم. يعني دي اللي انا عايزه اقوله في الاخر. مهما انت حاولت تبقى اجتماعي، مش هتقدر تتعدى قدراتك، مش هتقدر، هيجيلك احتراق وهتقلب 180 درجة. فأنا شايفة هي كمان في حاجة حلوة دي حصلت لي أنا، إن يعني المتوحدين عندهم فرصة 10 مرات أكتر إن هم دايما يتجوزوا حد متوحد. يعني المتوحدين بيقعوا في بعض حتى لو مش متشخصين.
او بيقعوا مع حد ADHD او باي بولر. دي تجربتي انا برضو. لان هما بيبقى الاختلاف ده هو اللي بيقربنا من بعض، وبيبقى برضو في حتة ان احنا مش كل يوم يعني anyway انا مش عايزه اعيد نفسي. خليكوا يعني رحبوا بالمتوحدين زي ما هم، وافهموا التنوع الجنسي في التوحد، وافهموا ان في التوحد اللي بيفرق هو المخ بصرف النظر عن النوع. اما في الجواز وفي الحب والكلام ده كله ما تحاولش تكون تقليدي، مش هتقدر. وانتقي حد زيك، نقي في صداقاتك وجوازاتك حد زيك، وهم موجودين يعني، احنا كلنا بندور على بعض. تمام. شكرا جدا. اللي عنده اسئله يحطها. وانا بس لازم اقول ان الكلام ده اغلبه من حلقه على يوتيوب لواحده اسمها سارة هندريكس، اخصائيه توحد، وهي نفسها متوحده. وانا ضفت من عندي شويه حاجات بس يعني انا خدتها منها. شكرا.